تصريح لأحد مشايخ الشيعة كان حاضر في برنامج الأمارة مع صديقنا سيد مسيس. اسمعوا بربي التصريح واعطيني رأيك يا شيخ. لو عندنا كتاب موجود يقول هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله أكثر من مرة حاول الانتحار، هل تطالب بمنع الكتاب في تونس؟ أنا معك على البخاري يتحدث، يعني جميل جدا. أراد أن يلقي بنفسه. البخاري صور النبي صلى الله عليه وآله كمريض نفسي حاول الانتحار مرة في البخاري. صحيح. يعني مشكلتكم مع فيلم انه شعر النبي طويل والكتاب الذي يصور النبي أنا أكمل الكلام رجاء. الذي يصور النبي أنه يحاول الانتحار، معروف أنه النبي محمد مريض نفسي. هذا أصح كتاب بعد كتاب الله. أنا كشخص أحترمك ولك الحق أن تعتقد بما شئت. هذا في صحيح بخاري. أولا على كلام الشيخ ما ذكر في أن الرسول حاول الانتحار هذا ثبت في صحيح البخاري، ولكنه لم يثبت حديثا. ليس كل ما في البخاري حديث، ليس كل ما في البخاري حديث. ممكن يكون رواية، ممكن يكون رواية لا يتحمل مسؤوليتها. تشكيك الشيعي يقول لك هذا استنادا على احد اهم وابرز الكتب اللي ياخذوها اهل السنه كمرجع، تكون هذه اللي شافتك تقول له ما لازمكش تاخذها فقط هي روايه وكل هو اعطاك الحجه والبرهان. ما اعطاش حجه، هو ذكر هو يستند على اي كتاب لاهل الشيعه. ألم أقنعك أنا؟ بصراحه يا شيخ قلت لك هذا كلام مرسل. صحيح البخاري ليس مرجع من مراجع اهل السنه، مرجع إذا كان سند متصل. أما مسألة أن قوله يقدمون الرسول على أنه مريض نفسي، فهذا كلام لا يليق. هو قاله لا يليق لمسلم أن يقول إن الرسول عليه السلام مريض نفسي استنادا على ما ذكر في صحيح لا، ما يلزمش يقول هذا، ما يلزمش يقول هذا. موجود في صحيح البخاري. هو يقول ثم في البخاري كذا. مقصد الشيعة هؤلاء واضح، يريدون أن يزلزلوا كل الأحاديث أو أصح كتاب بعد القرآن. رواية قالها الزهري، والزهري لم يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. حتى البخاري إيه، مش هذه القضية. هذا المسمى، هذا الشيعي يريد أن يلبس ويسمي مع عقول التونسيين. وأنا أقول على الإعلام التونسي أن يوقف هذا الشخص إذا كان مشروعه هو دس السم في عقيدة أهل السنة في تونس. ليس على العالم التونسي، ليس على العالم التونسي. علاش يستدعي فيه؟ وخاصة نتوجه الكلام إلى برهان بسيس. يا برهان أنت أكثر مش تونسي، أنا قلت ليثبت أنه تونسي. إلى أن يثبت برهان بسيس وكل اسمه. يا برهان اتق الله، أكثرت من دعوة هذا الشخص. اتق الله. ما دعانيش يا برهان بسيس، ما دعانيش. وأنا أقول له اتق الله، فهذا وسمة عار فيك يا برهان.